البطولة. معي مباشرة هنا أحد بصراحة أبرز الشخصيات التي ظهرت في هذا المونديال بكلماتها. هو أسر القلوب وخاطبها قبل كل شيء. فهد الهاجري، بداية أرحب فيك وأقول لك يعطيك العافية. أمانة فهد، يعني المكفوفين أو حتى ذوي الاحتياجات الخاصة لهم احتياجات خاصة، كيف شفت تغطية قطر لهؤلاء الناس؟ أهلين أخوي يوسف، مستمعين ومشاهدين قناة الكاس. إن شاء الله اليوم تكمل فرحتنا الفوز التونسي والمنتخب السعودي. بالنسبة للأشياء اللي تنقص المكفوفين، بفضل الله ثم الجهود اللي قامت في هذا المونديال ما نقصنا أي شيء. أدعو عبر منبر قناة الكاس إخواني المكفوفين اللي يحضرون، اللي ما حضروا المونديال أتمنى أنهم يحضرون المونديال. فهد، توفير بصراحة لغات عدة لأصحاب الاحتياجات، لذوي الاحتياجات الخاصة، توفير أيضا متطلبات عدة، هل هذا أمر متعب ولا هو أمر سهل؟ والله أمر يعني يشكرون فيه عليه الإخوان. ولا في معلومة يمكن ما برزتها في الإعلام وتأخذها أنت أخوي يوسف، الجهود اللي قامت هنا الخدمات المكفوفين. بعض المكفوفين عنده صعوبات للتنقل، وهذا خلاهم يعني العاتق عليهم حمل كبير على اللجنة المنظمة. يقدر الكفيف يستخدم الكود، كل ملعب له كود يقدر يستخدمه في منزله في أنحاء الوطن العربي وفي العالم كله، لأنه باللغة العربية بالإنجليزي. يقدر يسمع الوصف الصوتي عن طريق المنزل، يحمل ابلكيشن فيفا ويحط ابلكيشن الملعب على طول يستمع الوصف الصوتي، وهذا إنجاز كبير. والله أنا يعجز، والله اني فخور، والله العظيم اني فخور. انا اتمنى كاس العالم لا ينتهي، الاجواء هذه اتمنى انها ما تنتهي. الحمد لله، شعوري يعني لو اتكلم منه لين لبكره ما اقدر اوصف. والله فهد، لك تصريح جميل جدا انا ودي اسمعه. والله يا اخوي، الرياضه مهمه لنا كمكفوفين. الكفيف يستمتع خاصة في أجواء الأجواء الرياضة، هو في البيت ويسمع المعلقين. ما بالك إلا في الأجواء هذه، هو في وسط الاستاد، يعني الشعور رائع. أكثر زملائي اللي أعرفهم من المكفوفين اللي حضروا ورجعوا يعني يتمنون يكون ما عندهم دوامات أو التزامات عشان يكون في الأجواء هذه. الأجواء رائعة بإذن الله. إن شاء الله تكمل فرحتنا اليوم إن شاء الله فوز المنتخب. إن شاء الله. فهد، أنا ودي أشوف هذه أمانة، هذه الكلمات تلامس القلوب قبل كل شيء. الكفيف يرى العالم في قطر. فهد، وش تقصد بالكفيف يرى العالم في قطر؟ والله أخوي يوسف، الخدمات اللي سواها لجنة المشاريع والإرث، هذه هي العبارة اللي تبين الجهود اللي قاموا فيها الإخوان في لجنة المشاريع والإرث. الكفيف فضل الله ثم الجهود اللي صارت في المونديال هذا. الكفيف يرى العالم بمشاهدة المباريات. إذا دخل الملعب أصبح رجل مبصر. الحمد لله، شعور لا يوصف. والله أنا والله يا أخوي أبو سليمان إني عاجز عن الشكر وامتنان لدولة قطر والإخوان من لجنة المشاريع والإرث. الله يجزيك خير، وإن شاء الله يعني ندعو لك بصراحة، ندعوك أنت وكل ذوي الاحتياجات الخاصة بالاستمتاع. أنا أتمنى أني أحضر المباريات كلها حتى النهائي، لاستمتع كل لحظة وكل دقيقة في هذا الأجواء المونديالية بإذن الله. الله يعطيك العافية، تشرفنا لك وبيض الله وجهك يا فهد. ما